السلام عليكم واهلا بكم. واش راكم البنات؟ نتمنى كل تكونوا بخير ومتهنيين وقت ما يلحقكم هذا لا فيديو. اليوم مع وصفه زياد جبت لكم هذا الخبز البرجر المحشي. واش نقول لكم؟ يجي هايل. على بالكم باللي الوصفات الصيفيه نحبوا غير خفيف، هذه تصلح هكا كي تعودوا عندكم يعني خرجه بحر في الدار حرتي واش ديري. بما انه الحال سخون نحبوا غير على الحاجه الخفيفه، قلت نديرهم معكم. ما عليكم غير جيم وكومونتير هكا باش يوصلكم جديد زياد، ونقولوا بسم الله وما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. واش عندي اسكالوب مرحي، حطيت له شويه تاع ملح وشويه فلفل الكحل. راح نتبلوه على قد ما تبلوه تبنوه يجيكم من بعديت كيجيكم بنين. تقدروا ديروه بالدجاج وتقدروا ديروه باللحم مرحي. حطيت لهم غرفه صغيره تاع موطارد، وحطيت لهم غرفه صغيره تاع طماطم مصبره، وغرفه صغيره توابل الدجاج. نحلهم هكا في بعضهم، يعني تحبوا تحطوا يعني واش تحبوا تحطوا تاع توابل تحطوا، او معدنوس ولا تحبوا يعني اي تابل تحبوا تحطوا. انا حبيت نحط غير هكا فلفل الكحل ملح شوي موطارد توابل الدجاج، وحطيت طماطم مصبره باش تبنوا. واكيد اللي يحب يحط الحار يحط. جبت هذا تاعي المول تاعي هذا باه يجيوني من بعد كبرك متحوفين، وراح نحط له هكا شويه مشمع هكا نحط له نقطعته ونحطو نعدلو ونولي نحط له فيه الدجاج تاعي باش من بعد تجيني يعني متحوفه، تجيني هذيك الطرونشه تاع الدجاج تجيني متحوفه. حطيته هكا شوفوا ها جا معدون، وهكا يجيكم بعد كي تحطوه في خبز البرجر تاعكم يجيكم معدون. نكملوا كامل هكا نحطوه، راهو ساهل وما يلصقش. خصوصا بعد عودوا قطعوا الا كان جاتكم يعني صعيبه، عودوا قطعوا هكا البابي كويسون على قد هذيك الرونديل وحطوا اقليوهم. نعدل هكا بالكاس، حطيت كيما شفتوني الدجاج تاعي سايتكو عدلته وحطيته هكا مشمع ولا بابي فيلم ولا، وكاس عدلته به. نكملهم كامل، ومن جهه نبقط الطاجين تاعي اللي راح نشوي فيه. تحبوا ديروا في البانيناس، تحبوا تحطوا فيه هذا كما تحبوا. قطعت البابي كويسون شوفوا هذه بالنسبه للمبتدئات وما يلصقش. يعني الخدمه هذه تخدموها يعني في هكا في الدجاج ولا في اللحم المفروم ثاني تقدروا ديروها بيقعدوا لكم هكا هاد لي غوندين متحوفين. من بعد كي تحطوهم في خبز البرجر يجيو باينين. حطيت شويه زبده ساعيت هذه اللي حطيت النهار الاول، راني الطاجين تاعي حطيت فيه شويه تاع زبده، وحطيت شويه تحيه البنات شويه تاع الشحمه من قبل، الشحمه تاع جديده تاع الشوا حطيتها برك باه تعطيني ريحه الشوا. وشوفوا ها ندورهم عادي يعني ما بلا بيض كما شفتوا راهم بلا بيض بصح ما يحصلوا ما والو. نقريهم كامل. وهذه الكميه راهي للامانه شريت ب50 وعطاتني كميه هايله، عطاتني واحد يعني خير ربي. يعني هذا كي تعودوا خارجين ولا يعني كرهتوا من الغداء من العشاء، نقول لكم ما عليكم غير بهذه الوصفه سهله وفي نفس الوقت واش نقول لكم تجي بنينه. اما بخصوص الدجاج قلت لكم واش تحبوا تبلوا تحطوا فيه حطوا، يعني على قد ما تبلوا على بالكم الدجاج على قد ما يداوى يجي بنين. ها نكمل الكميه تاعي كامل، وهاك تشوفوا في الكميه اللي عطاتني خير ربي 50 فادي. اللي يعني اللحم المفروم تاكل يعني ما ننصحكمش بها، غير اللي يحبوا ما يحبوش الدجاج يديروا به، لان اللحم المفروم تدي بزاف لا فيونداشي تدي بزاف. بعد ما حمرتهم عندي هذا الجبن تاعي اللي تاع اكيد تاع الشرائح، راح نحط هكا باه يجيكم كيما البرجر الاصلي. شوفوا ها نحط عليها كل وحده نحط عليها وحده ونخليها جوست تبدا بك تسخن مليح ونحي راهو يذوب لي الفرماج فيها. شوفوا هاك هذه الطريقه صدقوني يجيكم بنين الدجاج تاعكم على قد ما تبلتوه يعني وزدتوا حطيتوا له هكا الفرماج تزيدوا له بنه على بنه. ندير هكا من بعد كي نحشي بهم الخبز البرجر تاعي راح يجيني بنين من اروع ما يكون. وثاني على الدجاج البنات على حساب العائله، اللي عندهم افراد العائله ربي يبارك يكثروا، اللي ما عندهمش ما يكثروش. انا هذه دارت لي خير ربي درت كونتيتي يعني. جبت الخبز هذا خبز البرجر للامانه ما شريتوش راهو يتباع، هذا يتباع عند لي سوبيرات. شوفوا النوعيه بك اللي تكون مليحه، كاين صغير كاين كبير، انا شريت متوسط وراح ندير به يجي خفيف هايل. واللي تحب الوصفه يعني نبارطاجيها معكم راح نبارطاجيها معكم. انا للامانه مع الصيف ودا قلت له نشري ما نخدمو ما والو، بصح يجي بنين هايل خفيف ريشه. ها نقطعه كامل. انا شريت 2 باكيات، الباكي فيه 6. قدامي في السوبيرات راح نعطيكم لي بخي كامل. هذه دير 13,000 لي سوبيرات الكبار بالك شويه تجي شويه موان شير. دهنتها هكا بالمايونيز
واللي يعني تعود قاعده تخدمو تخبيه في الكونجيلاتور. انا كنت اليوم برك يعني ما توفر ليش مر، فنخدمو نخبيه في الكونجيلاتور من نسحقو نجبدو. دهنتو بالمايونيز ولا بالفرماج ولا واش تحبوا تحطوا، كاتشاب يعني واش تحبوا تحطوا صوص طوماط، واش تحبوا تحطوا الحرور تحبوا. انا حطيت ريشه تاع السلطه كيما نديرو البرجر المحشي، يعني ما حطيتلوش الفريت، يعني البرجر الاصلي ما فيش البطاطا فريت، فيه السلطه طونج تاع طماطم، طونج تاع فيونداشي ولا بولي اشي، وتحطي له الفرماج. هذا ما كان حطيت له طرونشه تاع طماطم، الطرونشه تاع كيما شفتوني دوك نحطها تاع هذيك لي سكالوب اللي كنت تبلته وقليته وحطيت له الفرماج تاعو. شوفوا يجيكم واحد البنه هايله. ها يعني وانتي نحيتي الحيره ما عليك غير انتي تفرجي في لا فيديو. اللي مازالت ما دارتش الجيم نقول لك طلعي ديري لي هذاك الجيم الحلو، واللي مازالت ما اشتركتش نقول لك ما عليك غير تضغطي لي على زر الاشتراك، هكا كي نحط اي فيديو رايح يوصل لك الاشعار. ومن فضلكم كثروا لي كومونتير خياتي هكا باش يطلع لي لا فيديو يتحرك لي في محرك البحث ويستفاد منه اكبر نسبه من المشاهدين. هذا ما كان. ونغلقهم هكا، تحبوا تاكلوهم هكا، تحبوا تبانينيوهم في البانينوز، تحبوا تديهم للفور. انا ديتهم هكا حطيتهم في بلاطو ودخلتهم للفور، بقطت عليهم غير من الفوق جوست ما حماروا لي شويه برك وجبتهم. وهذه هي الخبز البرجر تاعنا جاي هايل مع كاس كازوز. واش نقول لكم يعني وجبه كامله مكمله. انا ما درت معاهم والو يا البنات، درتهم غير هما، ما قريتني فخيتني والو لاني درت دو باكي عطاوني 12 نوحده. شوفوا ها، شوفوا الدجاج كيفاه جا وما تفتتش البنات. شوفوا كما شفتوه راهو بدون بيض بصح ما تفتتش، قعد هو وزاد جا بنين قلت لكم مع التوابل مع المطارد وتوابل هذيك الدجاج دوك زادوا تشوفوا عطاوه بنه هايله. وها حلهم لكم كامل، واحده منهم يعني ما تفتت، وحده ما تقطعت من الخبز، وحده يعني قعد كيما راهو مع التحميره هذيك يجي تعطي له واحد القرمشه. يجيكم كي تجيو تاكلوه تلقاوه الخبز تاعكم البرجر مقرمش، يجي محمر ومقرمش وسخون في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ما تنسونيش باللايك والبارطاج هكا باش يوصلكم جديد تاع زياد، وما تنسونيش بدعوه الخير ونقص لكم وحده وتشوفوها. شهيتكم في الجنه خياتي، جربوها وردوا لي في كومونتير الزينين. اللي حيره واش غداها ولا عشاها نقول لكم زياد راهي عطاتك غداك وعشاك. حبيتي يعني عندك الوقت ديري خبز البرجر وحدك بلا ما تشريه، ما عندكش شريه من السوبيرات وانتي تهنيتي. سلام.